إذا كنت من جماهير القلعة الحمراء فاشترك في القناة لتصلك كل جديد في تطور دراماتيكي يعيد رسم خريطة القيادة الفنية للنادي الأهلي المصري. أعلنت مصادر قريبة من الملف تفاصيل جديدة حول المفاوضات الحاسمة مع المدرب الألماني مارك روزه 49 عاما، مدرب نادي RB لايبزيغ الألماني، وذلك بعد سفر بعثة رسمية من القلعة الحمراء إلى الأراضي الألمانية لإتمام الصفقة. يأتي هذا التحول الاستراتيجي في أعقاب الخروج المفجع للأهلي من دوري أبطال إفريقيا أمام نادي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي، والذي دفع بإدارة النادي لتسريع خططها البحثية عن بديل للمدرب السويسري مارسيل كولر، الذي يتوقع أن يغادر منصبه قريبا. لم تكن هزيمة الأهلي أمام صن داونز مجرد خسارة رياضية عابرة، بل كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في مسيرة كولر مع الفريق. فبعد خسارة بعض الألقاب مثل لقب السوبر أمام الزمالك والابتعاد حاليا عن صدارة الدوري المصري، وفشله أيضا في تجاوز عقبة البطولة القارية التي تعتبر هاجسا جماهيريا وإداريا، هذا الفشل أثار موجة انتقادات حادة تجاه الإدارة الفنية، خاصة مع تراجع أداء الفريق في فترات حاسمة من الموسم، مما دفع مجلس الإدارة إلى البحث عن خطة إنقاذ سريعة تعيد الثقة للجماهير وتضمن استمرارية التنافسية الإقليمية والدولية. روزه خيار استراتيجي بمواصفات أوروبية. يعتبر التعاقد مع مارك روزه المدرب الحالي لRB لايبزيغ مفاجأة من العيار الثقيل في الأوساط الكروية المصرية. روزه الذي له خبرة تكتيكية واسعة في البطولات الأوروبية، يقود حاليا فريقه في منافسات البوندسليجا الألماني ودوري أبطال أوروبا، حيث حقق مع لايبزيغ نتائج لافتة جعلته أحد الأسماء البارزة في سوق المدربين العالميين. ينظر إلى هذه الخطة على أنها محاولة من الأهلي لتعويض الخبرة الأوروبية المفقودة بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مع سعي النادي لدمج التكتيكات الحديثة مع الخبرة المحلية. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الوفد الإداري للأهلي الذي ضم مسؤولين رفيع المستوى عقد عدة جلسات مكثفة مع ممثلي روزه، تم خلالها الاتفاق على البنود الأساسية للعقد، بما في ذلك المدة والمكافآت والأهداف. وأشارت المصادر إلى أن روزه أبدى تفهما لطموحات النادي الإفريقية، خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة هيبته القارية بعد غياب عن منصات التتويج الكبرى مؤخرا. ومن المتوقع أن تعلن التفاصيل النهائية للصفقة خلال السنة